ما صفت الحياة، فبالحب تصفو الحياة، بل الحب هو ماء الحياة، بل الحب هو حياة للحياة. هل تعرفون الحب؟ نعم، نحن نتكلم عن الحب، نتكلم عن الحب بصفائه، نتكلم عن الحب بنقائه، نتكلم عن الحب بطهره، نتكلم عن الحب بأصوله، نتكلم عن حب الله جل وعلا، نتكلم عن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن حب الوالدين، نتكلم عن حب الصحابة، نتكلم عن حب آل بيت سيدنا رسول الله، نتكلم عن حب الصالحين، نتكلم عن حب العلماء، نتكلم عن حب الزوج لزوجه وحب الزوجة لزوجها، نتكلم عن حب الوالدين للأولاد، نتكلم عن حب الأولاد للوالدين، نتكلم عن حب الفضيلة، نتكلم عن حب العمل، نتكلم عن حب الخلق، نتكلم عن حب الرحمة، نتكلم عن حب البذل والعطاء. لا نتكلم عن الخيانة باسم الحب، ونرفض أن تسمى الخيانة حبا، ونرفض أن يسمى العهر طهرا، ونرفض أن نسمي ما نراه من سفاهات وتفاهات مطولة في حلقات مطولة للخيانة ولتأصيلها، نرفض أن نسمى هذه الخيانة حبا، لا، بل نتكلم عن الحب بصفائه ونقائه. وأنا أقول بصوت مرتفع: لا يعلم الحب بصفائه إلا من ذاق قلبه حب الله ورسوله، ولا يتذوق مشاعر الحب بصدقها ونقائها إلا من ذاق قلبه حلاوة الإيمان بالله ورسوله، وإلا من ذاق قلبه طعم الإيمان بالله ورسوله. العرب يسمون الحب الصفاء، فكأن الحب صفاء، نقاء، طهر. لا يمكن أبدا أن يسمى الحب بغير هذا. الحب صفاء، الحب نقاء، الحب طهر، الحب عطاء، الحب تضحية، الحب صبر، معاني في غاية الرقة، في غاية الجمال. نعم، قد تكون الشدة هي الحب أحيانا، فقد تكون الشدة حبا بضوابطها. قد يشتد الوالد على ولده، لكن ولد الحبيب أقول لك والله ما اشتد عليك والدك إلا وهو يحبك، والله ما فارقت الوالد بعد أن عنفك ووبخك بكلمات قاسية شديدة، والله ما انصرفت عنه وما غبت عن عينيه إلا وبكت عيناه الدموع مدرارا، لأنك ابنه، لأنك بضعة منه، لأنك بضعة منه، أي قطعة منه. بالحب تصفو الحياة، بل هو ماء الحياة، بل هو حياة للحياة. وإذا ضاع الحب ومات الحب ماتت النفوس. أين الأخوة الإيمانية التي بنيت على الحب؟ إن معنى الأخوة في الله معنى لا نظير له في جميع الشرائع الوضعية الجائرة على وجه الأرض، لأنه لا ينبني على أواصر اللون والدم والعرق والوطن، لا، بل أخي في الله، أخي في الدين، أخي في العقيدة، أخي في الإسلام، ولدي المسلم في أي مكان على وجه الأرض. إن تألم يتألم قلبي له، إن جرح ينزف قلبي دما لجرحه، إن بكى تبكي عيني لبكائه. هذه الأخوة الإيمانية. إن لم نربي أولادنا الآن على معنى الحب بهذا المفهوم فمتى